لو فاكر ان الخناقه ما بين اي ام دي وانتل وانفيديا على قد سوق كروت الشاشه تبقى غلطان، وكل حاجه محتاج تعرفها النهارده عن الايفون 15 قبل الاطلاق. وانتل مستمره في السعي رغم انعدام الرغبه واستحاله الوصول، بس دي حلقه جديده من الخلاصه. اللي نعرفه عن الخناقات بين الشركات زي اي ام دي وانتل وانفيديا انها على مستوى الكونسيومر، ويمكن عشان ده السوق اللي دايما بنسمع اخباره اول باول، او ده اللي بيهمنا كمستهلكين عاديين. بس سوق الكونسيومر بالنسبه للشركات دي بيمثل جزء بسيط جدا من اهتماماتهم. دلوقتي احنا في عصر المعالجه والبيج داتا والذكاء الاصطناعي، هو ده السوق الاكثر خصوبه وربحا بالنسبه لهم. الاعتماد على الاي اي بقى دلوقتي بشكل اكبر من سنه او 2 فاتوا، مع ان الحاجات دي موجوده من فتره طويله، بس دلوقتي اي حد يقدر يوصل لها بكل سهوله. من فتره والمهيمن على السوق ده انتل واي ام دي، وده بسبب انهم اقوى واكبر شركات في تصنيع المعالجات المركزيه، وكل البرمجيات اللي موجوده متوافقه مع ده ومتوافقه مع ده. ولكن مع بدايه الاعتماد على الجي بي يو في عمليات المعالجه والقدره المهوله اللي ممكن يقدمها بجهد اقل وبتكلفه اقل من الحلول المتواجده، هنا يجي دور انفيديا. في 2020 ابتدت تخش سوق الداتا سنترز بشكل كبير وعنيف جدا شركه زي انفيديا. انفيديا اول ما حبت تضرب حد في السوق ده ما كانش قدامها الا انتل، لانها اللي كانت مسيطره على سوق المعالجه بمنتجاتها، لدرجه ان وحده سوبر كمبيوتر واحده من انفيديا المعتمده على شرايح المعالجه الدي جي اكس اي 100 ايام 2020. فاكر انت البتاع اللي طلعه جينسن من الفرن؟ هو ده وحده بس صغيره من وحده اكبر منها. ثمن وحده كامله هو عشر الكوست لوحدات المعالجه اللي تقدم نفس القدره، واستهلاك للطاقه اقل بكتير. فالتوفير مش هيكون في ثمن الوحده، وانما كمان في تكلفه التشغيل والانفراستراكشر واستهلاك الطاقه للداتا سنتر ككل. يعني توفير في كل النواحي بنفس النتيجه ويمكن احسن بكتير. وحدات الدي جي اكس اي 100 عباره عن راك فيها عدد 8 شرايح رسوميه وبروسيسور من اي ام دي من عائله ايبك عشان يوفر خطوط تستوعب الكم الكبير ده من الداتا. بس من الواضح ان تارجت انفيديا بعد ما استغنت عن خدمات انتل باي ام دي انها تستغنى عن خدمات اي ام دي بخدماتها هي ذات نفسها. لو تفتكر انفيديا من فتره اثارت الجدل لما كانت عاوزه تستحوذ على شركه اي ار ام، ولكن بعد ما الصفقه فشلت انفيديا ابتدت تعتمد على تكنولوجيا اي ار ام وعملت لنا ما يعرف بالجريس سي بي يو، بروسيسورز الاجهزه الاتش بي سي او الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج من انتاج انفيديا نفسها، بالاعتماد على تقنيات اي ار ام، بالتحديد انويه النيو فيرس في 2. في الوقت ده كان بيتم الترويج ليه على انه اسرع وحده معالجه تم انتاجها، ولازال بيتم الترويج ليه لحد الحلقه دي على انه كده. بس كمان هو اسرع مرتين ونص من المنافسين من اي ام دي وانتل، وككفاءه هو افضل منهم 3 مرات ونص. عدد الانويه للمعالج الواحد هم 72 نواه. الوحده الكامله من معالجات جريس سي بي يو بتتكون من عدد 2 معالج، التواصل ما بينهم بيكون بالاعتماد على تقنيه الانفي لينك انتركونكت، ودي سرعتها في نقل البيانات بتوصل ل 900 جيجا بايت في الثانيه الواحده. الرقم ده اسرع 5 مرات من كامل سرعه البي سي اي اكسبريس 5، وتوصل عدد الانويه للوحده الواحده ل 144 نواه، بدعم طبعا لرامات من نوع اي سي سي، سواء كانت الدي دي ار 5 او ال بي دي دي ار 5 اكس او الاتش بي ام 2 اي، وعلى حسب انت عاوز سرعه قد ايه او مساحه قد ايه، لان الرامات بتكون مبنيه على الشريحه الكامله. عاوز اقول لك ان في ركات اتعرضت في كومبيوتكس 2023 كان فيها 4 وحدات من السي بي يو جريس. ارقام طبعا خزعبليه، ويمكن في البدايه تحس ان الموضوع مش مهم بالنسبه لك، وده طبيعي جدا لان دي ارقام ما هياش مفيده بالنسبه لك ولا بالنسبه لاستخدامك. احنا اتفه من كده عزيزي المشاهد، بس مش يمكن دي تكون الخطوه الاولى لدخول انفيديا سوق المعالجات المركزيه؟ فكر فيها كده. انفيديا في بدايه تاسيسها كانت تسعى لخلق معالجه رسوميه افضل للالعاب. دلوقتي معالجاتها الرسوميه موجوده في كل حاجه. الشركات دايما بتهتم بقطاع الاعمال وقطاع الخوادم الاول، بعدها بتنزل على سوق الكونسيومر. انفيديا دلوقتي بتخطو الخطوات الاولى في سوق المعالجات المركزيه بمعالجات الجريس هوبر سي بي يو. مش يمكن بعدها نشوف معالجات مركزيه لسوق الكونسيومر، ويبقى بدل ما السوق منقسم ما بين اي ام دي وانتل يبقى منقسم ما بين اي ام دي وانتل وانفيديا، زي ما سوق كروت الشاشه منقسم ما بين انتل واي ام دي وانفيديا، بس السيطره لانفيديا. في النهايه اي منافسه في اي سوق ايا كان مفيده، سواء للشركات او للمستخدم طبعا.
بعد 8 ايام من النهارده هتكون على ميعاد مع الايفون الجديد الايفون 15 بالتحديد يوم 12 سبتمبر الساعه 9 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الامارات، و7 بتوقيت السعوديه مساء. هيكون ميعادك مع مؤتمر ابل الجديد تحت مسمى وندرلاست، اللي هيكون الاطلاق الرسمي للجهاز او السلسله الجديده الايفون 15 مع شويه حاجات تانية. وانا جايب لك النهارده الحاجات اللي ممكن تنتظرها في الايفون الجديد لو انت ما كنتش مقتنع بالايفون 14 على حسب طبعا ما تم تسريبه طوال الفترة اللي فاتت. والأول مرة هيكون في تغيير جذري أبل مجبرة عليه، وهو الاعتماد على التايب سي. أبل أخيرا هتستغنى عن اللايتنينج بورت بعد 11 سنة في الخدمة من أيام الآيفون 5 رغما عن أنفها، بعد ما فرض عليها الاتحاد الأوروبي الاعتماد على اليو اس بي تايب سي بعد ما تم تعميمه في شحن جميع المنتجات الإلكترونية. ولكن زي ما كنت بدردش أنا وواحد صاحبي من كام يوم، أبل مش هتسيبها سداح مداح. يعني مش اي كابل تايب سي هيشتغل او هيشحنه زي ما بيحصل مع اللايتنينج دلوقتي. هيكون في ختم النسر بتاع ابل الام اف اي او الميد فور ايفون سيرتيفيكت اللي بتاكد ان الكابل ده متوافق مع اجهزه ايفون الجديده بدون اي مشكله. ده غير ان مش كل التايب سي في الاجهزه هيكون زي بعضه. الايفون 15 هيكون عباره عن عيله بتتكون من 4 اجهزه، العادي والبلس والبرو، وبدلا من البرو ماكس يقال ان هيكون عندنا الالترا، ودي لحد دلوقتي معلومه ما هياش اكيده. النسخه العاديه والبلس هيكونوا معتمدين على التايب سي بسرعه اليو اس بي 2، في حين ان البرو والبرو ماكس او ايا كان هيكون اسمه هيعتمد على التايب سي اما بسرعه اليو اس بي 3.2 او الثاندر بولت 3. وعلى افتراض ان ده هيحصل، وده ممكن يحصل عادي جدا، يقال ان الكابل الستاندرد اللي هيكون من ضمن المشتملات ان كان هيكون موجود اصلا هيكون بسرعه اليو اس بي 2.0. فلو عاوز كابل احسن هتدفع اكتر. وبالمناسبه سعر كابل الثاندر بولت 3 من ابل الاقل من متر سعره $39. المفروض ان على حسب التسريبات ان سعر الايفون 15 هيبدا من $749، انما النسخه البلس هتبدا من $849، ودول سعرا اقل من النسخه ال14 وال14 بلس. النسخه البرو هتبدا من $1099، وده نفس السعر اللي كانت بتبدا بيه النسخه البرو من الجيل اللي فات، ويقال انها ممكن تكون اغلى من كده ب $100 زي سعر البرو ماكس او اللي يقال انه هيكون اسمه الترا اللي هيبدا من $1299 بدلا من $1199 اللي كانت بتبدا بيهم النسخه ال14 برو ماكس. يعني حتى الان الزياده السعريه الاكبر في النسخ الاعلى، ده غير ان كمان الاهتمام هيكون فيها بشكل اكبر. يعني يقال ان الشاشه هتكون نسبتها للبادي اكبر، ارفع واخف بسبب الاعتماد على ماده التيتانيوم بدل من الستانلس ستيل. بالنسبه للدايناميك ايلاند فدي هيتم تعميمها على الجيل الجديد كله، بس للاسف مش كله هيعتبر جيل جديد بالمعنى الحرفي، لان على حسب التسريبات وعلى حسب اللي اتعمل في الجيل اللي فات فالشريحه الجديده الاي 17 بايونيك بدقه تصنيع 3 نانومتر هتكون من حظ سلسله البرو فقط لا غير. والتردد ال 120 هرتز للشاشه برضو ممكن يفضل حكر على النسخ البرو، انما الاقل هيفضل معتمد على شريحه الاي 16 بايونيك بدقه تصنيع ال 4 نانومتر اللي كانت موجوده في الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس. والشاشه ممكن تفضل على حسب التسريبات 60 هرتز. يعني مش كل الاجهزه هتيجي بهاردوير جديد بالمعنى الحرفي، وده يمكن السبب في ان اسعار الايفون العادي والبلس المتوقع انها تكون اقل من الجيل اللي فات ب $50. في تحسينات طبعا هتتم على الكاميرا كهاردوير وسوفت وير وعدسات، ولكن الاكثر انتشارا في التسريبات ان هيتم استخدام عدسات بريسكوب عشان نوفر زوم افضل يوصل ل 5 و10 اكس بدلا من 3 اكس. مع الايفون الجديد متوقع ان يتم الاعلان عن نسخه جديده من ساعات ابل وجيل جديد من سماعات ايربودز. اهم شيء فيها انها هتكون هي كمان معتمده في الشحن على اليو اس بي تايب سي. فقول لي بقى، انت ناوي تحدث للايفون الجديد ولا هتستنى الاسعار بتاعت الايفون 14 تنزل ولا ناوي تجيب جهاز اندرويد جديد؟ الخبر الاخير ما لقيتلوش عنوان احسن من الاستمرار في السعي رغم انعدام الرغبه واستحاله الوصول. ده الشيء الوحيد اللي ممكن توصف بيه انتل حاليا في سوق كروت الشاشه. استمرار السعي متمثل في محاولات انتل بشتى الطرق انها توصل لسوق كروت الشاشه او حصه في سوق كروت الشاشه، انما انعدام الرغبه فده متمثل في انك كمستخدم حتى لو الكروت قدامك للاسف مش هتقتنيها، وده بسبب ان البدايه ما كانتش قويه، عشان كده كان في استحاله للوصول لكروت انتل
بالمستوى المطلوب. انتل اول جيل ليها في كروت ارك كان بيواجه مشاكل غير طبيعيه، معظمها كانت الهرجله والفوضى في مواعيد الاطلاق وعدم استقراريه الدرايفر. بس الحق يقال انتل بتحاول تظبط تعريفاتها كل فتره وتخرج بنتائج احسن، ففي بصيص كده من الامل اننا نشوف انتل كمنافس حقيقي مع الجيل الجديد الباتل ميج. بس لو تفتكر انتل كانت ناويه انها تنزل ريفريش من الجيل اللي فات باسم الكيمست بلس، ومن الواضح كده لحد دلوقتي وعلى حسب التسريبات ان التحديث ده مش هيشوف النور تماما، والتركيز كله هيصب في المعماريه الجديده او الجيل الجديد، وده على عكس استراتيجيه انتل تماما او اللي احنا متعودين عليه منها. الفكره ان التركيز في حاجه مش هيكون ليها اي مفعول بالايجاب على بوزيشن انتل وسط اي ام دي وانفيديا هتكون معاناه بلا داعي. فالصح اننا نركز مجهودنا على حاجه واحده اللي هتكون معماريه الكروت الجديده الباتل ميج، واللي واضح انها في المراحل النهائيه ليها، وده بناء على معلومات اتنقلت على ايد موقع هاردوير لوكس اللي كان في رحله ميدانيه داخل معمل انتل في ماليزيا بمناسبه مرور 51 سنه. داخل الجوله اتعرض عدد كبير جدا من عينات في المراحل النهائيه من منتجات انتل المستقبليه، واللي كان من ضمنهم شرائح المعماريه اللي جايه الجيل ال15، والاهم كان شريحه باسم بي ام جي جي 10، او خلينا نقول انها شرايح مش شريحه واحده على حسب موقع هاردوير لوكس، على تري كامل باسم فيلير اناليسيز لاب. المفروض ان دي مرحله اختبار الشرايح نفسها، او بمعنى تاني ان كروت باتل ميج في المراحل النهائيه ليها، والمفروض ان الاعلان عنها على حسب ما تم تسريبه قبل كده في الربع الاول من 2024، والاتاحه للكروت دي هيكون في الربع الثاني من 2024. الشرايح اللي ظهرت كانت باسم بي ام جي جي 10، دي البديل لشريحه الاي سي ام جي 10 اللي موجوده في كروت الارك اي 750 واي 770. في سنه 2024 هيكون عندنا حاجات كتيره جدا، يعني متوقع اننا نشوف الرايزن 8000 من اي ام دي، الجيل ال15 من انتل، الار تي اكس 5000 من انفيديا، والار اكس 8000 من اي ام دي، وكروت باتل ميج من انتل، وممكن بروسيسورز من انفيديا زي ما شفنا في